الاجتماع اليوم كان مناسبة لعرض حصيلة أعمال الوكالة الحضرية لسنتي 2023-2024. هذه الحصيلة التي كانت جد إيجابية ومشرفة، حيث تضمنت مؤشرات مرتفعة. فيما يخص التخطيط الحضري فقد بلغت نسبة التغطية لجهة قلمي مودنون بوثائق التعمير بنسبة 65%. كما قامت الوكالة الحضرية خلال هاتين السنتين بالمصادقة على 9 وثائق تعميرية، منها 3 تصاميم تهيئة و6 تصاميم نمو. وفيما يخص التدبير الحضري فقد قامت الوكالة الحضرية بدراسة ما مجموعه 5009 ملف طلب بناء وتجزئ، وافقت منها على 2286 طلب. كما وافقت في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 109 ملف استثماري من بين 119 ملف استثماري. وعلى مستوى تحديث الإدارة فقد عملت الوكالة الحضرية على رقمنة مجموعة من الخدمات المخصصة للمواطنين كخدمة تقديم المعلومات التعميرية، مذكرة المعلومات التعميرية التي أصبحت رقمية 100%. كما تمت رقمنة خدمة الدراسة القبلية للمشاريع.